يا صباح الورد والياسمين والفل على عيونكم، يا صباح كل حاجة حلوة. النهاردة ان شاء الله يا حبايب قلبي هنعمل مع بعض كيك تودو. مين فينا بقى ما بيحبوش؟ بجد ان شاء الله هنعمله بنتيجة عايزة اقول لكم مبهرة، من غير بقى مضرب ومن غير زيت ومن غير حليب وكمان من غير فرن. وان شاء الله بجد يعني هينجح معاكم جدا 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 من اول مرة. واهم من كل ده طبعا ان احنا تملي بنحاول نعمل حاجات يعني حلوة لاولادنا، بمكونات تكون اقتصادية جدا مش مكلفة خالص، كلها موجودة عندنا في البيت. وان شاء الله بجد يعني النتيجة هتبقى بصوا مبهرة. هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام وندخل بقى على المقادير بتاعتنا على طول. اول حاجة في الخلاط بتاعي حطيت فيه 3 بيضات، لازم يكونوا بدرجة حرارة المطبخ، ما يكونوش يعني خارجين من التلاجة. عليهم كمان كوباية الا ربع سكر، وكمان 2 فانيليا، ممكن تحطي رشة فانيليا سايلة، وكمان هنحط معلقة كده من الخل الابيض. وهنضرب بقى المكونات دي كويس جدا جدا في الخلاط، مش اقل من 3 4 دقايق لغايه لما القوام بتاعها يفتح خالص ويبقى ابيض. ايوه شايفين بقى اللون ده؟ هو اللون ده اللي احنا عاوزينه. هنحط دلوقتي كوبايه الا ربع دقيق، ويستحسن الدقيق اللي انت هتستخدميه تكوني نخلاه مرتين او ثلاثه. وكمان 3 معالق كبار كاكاو. كاكاو ده يا جماعه خام، النوع بتاعه اسباني. ما شاء الله الريحه بتاعته جميله جدا وطعمه كمان جميل. وبعد كده هنحط كمان معلقة تكون كبيرة ممسوحة من الكيك شيف او البيكنج باودر. وهنضرب بقى المكونات دي كلها في الخلاط مرة تانية، لغاية لما نحاول يعني ايه ان احنا نمزجهم كده مع بعض يعني على قد ما نقدر. شايفين بقى اللي معايا دي يا جماعة ازازة المية، ازازة مية او ازازة حاجة ساقعة بلاستيك. انا خرمتها كده من فوق، خرمت الغطا بتاعها بمسمار، طبعا سخنته كويس جدا جدا على النار. وبعد كده هفضي فيه بقى الخليط بتاع الكيك. هو ده اللي هنصب بيه الخليط يعني في الطاسة. على فكرة ممكن لو مش حابة ان انت تحطيها في ازازة، ممكن تحطي كده في شفشق ليه بسبوس او شفشق الخلاط نفسه تستخدميه وتصبي. بس دي يعني حلاوتها ان انت يعني ايه بتتحكمي في الموضوع، وبتتحكمي في الشكل بتاع القطع يعني بتاعت الكيك. في طاسة بقى على النار، الطاسة دي ما فيهاش زيت وما فيهاش سمنة ولا اي مادة دهنية خالص، بس اهم حاجة تكون غير لاصقة. طاسة تيفال زي ما انتم شايفين كده، شغلت النار زي الشمعة بالظبط، ما تعليش النار. وبعد كده هنحط بقى كده يعني قطع بقى، وتحددي طبعا الحجم بتاعها، عايزاها صغيرة عايزاها كبيرة، دي طبعا حاجة براحتك. وبعد كده بتغطيها على النار الهادية خالص لغاية بقى ما تنشف، وتروحي قلبها على الناحية التانية. وبالنسبة لمدة التسوية على النار، على فكرة يا جماعة ما بتاخدش وقت خالص، هي تقريبا دقيقتين طبعا بتقفي عليها، لان انتي لو سبتيها هتنشف منك ومش هتديكي يعني نتيجة مرضية. لكن بالطريقة دي هتبقى طرية جدا وهشة. وهنا بقى بسيح شوكولاتة بيضة وكمان شوكولاتة سمرا، حبيت اوريكم ان انا بسيح كده على حمام مية. لو عندك مايكروويف يا ستي مبروك عليكي، يبقى تسيحي فيه. ما عندكيش اعملي زي كده على النار، يعني مش هتقول لا. وده بقى شكل الكيكات او البانكيك بتاعنا اللي احنا عملناه، ما شاء الله بجد والله يا جماعه شكله حلو وهش جدا وريحته كمان جميله. دلوقتي بنسيح مع بعض بقى الشوكليت اللي هي السودا بحته زيت صغيره خالص، مش هنحط حليب يا جماعه لان ده مش جناش. احنا عايزين شوكولاته كده نغلف بيها الكيكات بتاعتنا. دلوقتي بقى بوفق كده كل قطعتين مقاس بعض، يعني نحطهم كده فوق بعض زي ما انتم شايفين. وعلى فكرة هقول لكم برضو على تكة بالنسبة للشوكولاتة، كل ما تستخدمي شوكولاتة نوعها كويس كل ما تديكي طعم احلى، وتديكي نتيجة كمان زي بتاعة المحلات واحلى. شايفين كده القطاعات بتاعتي دي؟ لو مش عندك واحدة زيها ممكن تستخدمي قطاعات، او يعني اقول لكم ايه، اللي هي الكوبايات العادية هتنفع برضو، هتبقى جميلة. انا بعمل كده علشان تبقى كلها يعني متساويه كده وجميله. وطبعا بالنسبه للي بيخرج ده يا جماعه عايزه اقول لكم ما شاء الله اتاكل يعني واتهضم كمان. مفيش حاجه ما شاء الله بتترمي، علشان يا جماعه ايه التبذير طبعا وكده، احنا مش بنرمي حاجه حرام.
بنحشي بقى الكيكات بتاعتنا الجامدة جدا بشوية صغيرين خالص من الشوكليت اللي هي البيضة. لو مش عايزة الشوكليت البيضة اللي جوه الكيكات تبقى يعني جامدة شوية او ناشفة، ممكن بتحط لها معلقتين حليب بيخلوا الشوكليت ما شاء الله تبقى طريه وزي الجناش. لو حابه انها تبقى طبقه يعني جامده شويه جوه الكيك يبقى خلاص كده مفيش مشكله خالص. غلفي بيها برضو كده. دلوقتي هنغلف بقى كده بالشوكولاته اللي هي السمراء، وممكن على فكره تغلفي بالشوكولاته البيضه زي ما انت عايزه. شوفي انت بتحبي ايه واعملي. بحط بقى الكيكات بتاعتي كده على شوكة وبغلفها كويس جدا، وبحاول انزل منها اي شوكليت زيادة وبحطها بقى على الشبكة دي. برضو بتنزل كده لو في اي شوكليت زيادة بينزل على الصينية. عايزه اقول لكم والله طريقه سهله جدا وسريعه وبسيطه ومفيش اسهل من كده ولا كمان ارخص من كده. عايزه اقول لكم ان انا جبت ايه بقى الوصفه بتاعتي دي النهارده. اشتريت 3 بيضات، وكمان هي البار بتاع الشوكولاته السمراء، وقطعه صغيره خالص من الشوكولاته البيضاء. طبعا البار بتاع الشوكولاته السمراء ده تقريبا بيعمل يعني 10 جنيه. والثلاث بيضات قولي 5 جنيه، يعني تقريبا الوصفه دي عملت لي كده بتاع 15 جنيه. وطبعا حبيت الدقيق وحبيت البيكنج باودر والحاجات اللي احنا استخدمناها في الوصفه دي كلها موجوده عندنا، وشويه السكر. طبعا مفيش بيت بيخلى من الحاجات دي. عايزه اقول لكم يعني كده بالمختصر المفيد، الوصفه دي زي ما تقولوا ايه وقفت عليا كده ببلاش بجد والله، جميله جدا وفي نفس الوقت مش مكلفه خالص. عاوزه اقول لكم ما شاء الله عملت 11 قطعه، ده غير ما شاء الله القطعه اللي هي اتاكلت، يعني 12 قطعه من الكيكه اللي هي التودو دي، يعني دستة عملناها بتكلفه 15 جنيه. ما شاء الله ممكن تعمليها لاولادك وتوفري على نفسك تقريبا كده 120 جنيه حق دستة جاتوه. انت عملتيها اهي في البيت، وما شاء الله يعني الطعم زيه زي بتاع بره بالظبط. بجد كل اللي كلها عجبته جدا جدا جدا، وقال انها زيها زي بتاعه المحلات. وبجد يعني مفيش احلى من كده. زينت كمان بشويه كده من الشوكولاته البيضه. ممكن بقى تعملي الوصفه دي في يوم ميلاد ولادك، في مثلا في مناسبه حلوه عندك في البيت، جنب الكيكات كده والحاجات. بجد الاطفال ان شاء الله يحبوها جدا. زي ما انتم شايفين كده اللهم بارك، بجد تحفه روعه جميله والله يا جماعه، حلوه جدا. تعالوا بقى اتفضلوا معايا. هستنى بقى بصوا 10,000 لايك بقى على الفيديو ده. هستنى بقى يا حبايب قلبي تعليقاتكم الكتير جدا جدا اللي بتسعدني، وبجد يعني حبايب قلبي وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات، وان شاء الله مش هتأخر عليكم تاني. اسيبكم بقى في رعاية الله وامنه، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اشوفكم بقى ان شاء الله على خير في فيديو جديد. مع السلامة.